السلام عليكم. هنعمل النهاردة وصفة سهلة وبسيطة ولذيذة وحلوة جدا جدا. الأولاد بيحبوها جدا وبيعشقوها، وأي حد كمان يقدر يعملها، وكمان مكوناتها موجودة في كل بيت. تعالوا نشوف وصفة النهاردة سهلة. بس يا ريت ما تنسوش لو عجبكم الوصفة، ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا الفيديو كتير علشان الكل يستفاد. ويلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نشوفوا مقاديرنا. معايا كوبايه وربع من الميه الدافيه، معايا معلقتين من السكر، ومعلقه كمان من الخميره الفوريه. تمام. هننزل بيهم على الميه بتاعتنا كده، وهنبدا ندوبهم حلو كده. تمام. وهننزل بعد كده بمعلقه من الفانيليا السايله. تمام. وكمان هننزل بمعلقه من الخل. تمام، معلقه خل كبيره. وهننزل ببضايه. تمام كده. لو عندك فانيليا بودرة ممكن تحطي. انا حطيت بتاع ده. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت فانيليا سايلة. تمام يا حبايب قلبي كده. هننزل باربع كوبايات من الدقيق، ورشة ملح، ومعلقتين زبدة بدرجة حرارة الغرفة. بس الزبدة هننزل بيها في مرحلة من مراحل العجين بتاعتنا. هتشوفوا، بس كملوا معايا بس الفيديو للآخر وانتوا هتشوفوا كل تفاصيل الكرواسون بتاعنا النهاردة او المولتو. تمام. النهارده هنعمل مولتو حلو جدا. الاولاد بيحبوه وبيعشقوه. كمان بيشتروه من بره ومخلصين الفلوس عليه. طب ليه ما نعملوه احنا في البيت بمكونات موجودة في كل بيت تقدري تعمليها لهم. خلاص، هنا بدأت اعجن كده. تمام كده. لو المية حسب العجين بتاعك او حسب الدقيق بتاعك. تمام كده. انا عجنتها كده في البوله بتاعتي كده. انا ما رضيتش اعجنها في العجان، وعجنتها بايديا كده. تمام. لميت الدقيق منها بس كده، وبدات انزل بيها على الرخامه. تمام. تمام. كانت نعمت بس معايا. هبدا انزل بمعلقتين من الزبده او معلقه كبيره من الزبده. تمام. الزبده بدرجه حراره الغرفه. خلاص، علشان بس ما تغلبكيش في العجين. خلاص كده حبايبي. هبدأ كده ألم كده العجينة بالزبدة وافضل اعجنها. هي العجينة هتفرفط منك كده او هتقطع منك، مش مشكلة، هتفضلي تعجني فيها هتلم معاكي برضو وتبقى كويسة، مفيهاش اي حاجة. خلاص. هنبدأ نعجن كده حلو لحد العجينة ما تبقى طرية معانا، وتبقى كمان العجينة ناعمة. خلاص. هي عجينة الكرواسون او المولتو بتبقى عجينة طرية. تمام، مش زي عجينة العيش بتبقى ناشفة، لا هي بتبقى عجينة طرية. خلاص. اهو بصوا هنا بقول لكم، بصوا العجينه بتاعتي طريه ونعمت ازاي. انا كده هسيبها تخمر معايا. اهو هلمها حلو بس كده وهسيبها تخمر. تمام كده. هي هتكون بس بتلزق في ايدك شويه علشان ايدك كنت طبعا بتعجني بيها. خلاص. هتبدأي كده تغطيها وتسيبيها تخمر. مش هتاخد معاكي اي وقت خالص، نص ساعة بس بالكتير، وهتلاقيها خمرت معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هنبدأ كده ندهن الرخامة بتاعتنا دهنة من الزيت، او ممكن تعملي ترشي رشة دقيق. خلاص، اللي يريحك اعمليه، او اللي حابة تفردي عليه او حابة تفردي عليه العجينة اعمليه. خلاص يا حبايب قلبي كده. اهو الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ نعجنها اسفة، هنبدأ نفردها كده مستطيل علشان نبدأ نقطع. خلاص. يا ريت الاول مره شرفني بالاشتراك، هكون سعيده ومبسوطه بيه. هنا حبايب قلبي الحته دي بس كانت اتمسحت مني، او النور كان فصل. النور كان قطع مني فما صورهاش. خلاص. هبدا كده افرد اهي قطعه تانية من العجين اهي، هبدا افردها كده. تمام. وهبدا اقطعها برضو معاكم. خلاص. اهو انا هنا رشه دقيق بس كده علشان ابدا افردها معاكم وتشوفوا انا هقطعها ازاي. خلاص. هو التليفون بيعملها معايا كل مره بصراحه وبيفصل مني في الفيديو، يعني ما بيخلينيش في يعني قطع في الفيديو كده ما بصورهاش. تمام. بصوا هنا كده هنقطعها كده بالنص، وبعد كده لكل نص هنقطعه تبع ما انت عايزه او حسب ما انت عايزه القطعه بتاعت الكرواسون بتاعتك كبيره او صغيره. خلاص. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا جميله ازاي. بصوا ما شاء الله، حاجه تحفه بجد. بجد سهله وبسيطه، ما بتاخدش اي وقت ولا تكلفه ولا اي حاجه. وان شاء الله هعمل لكم طريقه الكرواسون اللي هو في الفرن. تمام. المورق ده هنعمله في الزيت، هنقليه في الزيت. تمام. انا الوصفه دي بصراحه شفتها على اليوتيوب كتير،
بس حبيت اجربها واشوف الوصفة هتعمل ايه. يعني حبيت اشوف الطعم ايه، هيعجبني ولا لا. بس بصراحة يعني بأمانة ربنا انا بيعجبني الكرواسون المورق، هو ده حلو. يعني بصوا كأنه بتاكلي دوناتس. تمام، هو شبيه للدوناتس كده، لكن حلو جدا على فكرة، والاولاد فرحوا بيه جدا وحبوه. بس انا ما حبيتهوش قوي، يعني زي ما بكون باكل الكرواسون المورق اللي هو بتورقيه. تمام، لكن حلو جدا على فكرة، اقتصادي وحلو جدا. تمام. اعمليه بنفس الطريقة وان شاء الله هيعجب اولادك وهيعجبك باذن الله. خلاص، اهو كده هنبدأ كده نقطع كده الكرواسون بتاعنا او المولتو بتاعنا اهو. انا كنت مقطعاه صغير. تمام. زي ما الاولاد بيجيبوه من بره. تمام، حابه تعمليه كبير اعمليه اللي يريحك، بس انا عملته صغير بصراحه. بس برضو عملته برضو كام واحده كبيره كده علشان اوريكم الشكل، وكمان حطيت كام واحده في الفرن كده علشان اوريهم. اشوف الشكل في الفرن هيبقى الطعم زي بره ولا لا. وحطيته قليت كمان، يعني قليت حبه في الزيت وحطيت كام واحده في الفرن. تمام، هوريه لكم اخر الفيديو. خلاص كده انا هنا بوريكم بس الشكل اللي عامل معايا ازاي. بصوا جماله، بصوا ما شاء الله. بصوا، حاولوا من الاطراف كده تشدوا الطرف كده وتقفلوه. تمام. بصوا اهو، بصوا الجمال، انا بشده من هنا وبشده من تحت بصراحة علشان يديني الشكل المولتو اللي احنا بنجيبه من بره. عملت كام واحدة كبيرة وكام واحدة صغيرين وسبتهم يخمروا للمرة التانية. تمام، حطيهم على صواني كده، بس دهني الصواني زيت علشان ما يلزقش وتسيبيه تخمر. هنا هنحطه كده في زيت غزير، بس الزيت على نار متوسطة علشان يستوي معاك وياخد لون ذهبي وحلو. اهو انا حطيته هنا وبدأت كده اقلي معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، انا مسرعه الفيديو عشان الفيديو بصراحه كان طويل قوي، فانا سرعت الفيديو علشان ما تملوش وتزهقوا. خلاص، ما تنسوش بس اللايك فضلا وليس امرا. شيروا الفيديو كتير علشان بس الفيديو بيقع لما بتخشوا للفيديو ما بتحطوش اللايك، فضلا وليس امرا نحط اللايك. خلاص كده انا بقلي كده من كل الجهات حلو اهو. الشكل اللي انتوا شايفينه ده على نار متوسطة. هنا كان خلاص قليت كل الكمية اللي معايا وسبتها تبرد تماما. وحطيت حشيتها هنا بحشوة النوتيلا. انا النوتيلا دي كنت عاملاها في البيت، هننزل لكم ان شاء الله الطريقة بتاعتها. تمام، حطيتها في كيس حلواني كده وبدأت احشي بيها المولتو بتاعي. بصوا ما شاء الله، بجد تحفة جميلة جدا جدا. جربوها بنفس الطريقة هتعجبكم جدا. بصوا المولتو، بصوا حاجة تحفة. احنا كمان حاشينها في البيت حشوة، مغرقينها باظت خالص. فمن بره اكيد مش هتجيبيها محشية جدا كده او محشية حلو زي ما احنا حاشينها في البيت. بجد جربوها هتعجبكم. بصوا النوتيلا، بصوا نازلة منها ازاي. جربوها بنفس الطريقة هتعجبكم جدا. مش هتكلفكم اي حاجة خالص، هما حبة دقيق وحبة مية. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة. هستنى رأيكم وهستنى تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني وبتفرحني. ويا رب اكون عند حسن ظنكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، انتظروني واشوفكم على خير، واقول لكم سلام عليكم، مع السلامة.